السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس او تكتبوا كومنت حلو زيكم. دلوقتي زي ما انتوا شايفين بلم غسيل عشان هنشر غسيل كامل. احنا كده يا نلم غسيل يا ننشر غسيل يا نطبق غسيل. يا ريت كده ما نخليش الغسيل يتكوم على بعضيه، نغسل كده وننشر على طول، وبعد ما ننشر نلم ونطبق، ما نكومش الغسيل على بعضيه. انا بنصحكم بس، ويا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. برحب بيكم مرة كمان، معاكم يوسف. يا ريت تعملوا لنا لايك وكومنت حلو كده، واشتركوا في القناة عشان القناة تكبر بيكم فضلا وليس امرا. النهارده باقي الفيديو شوية مشتريات كده بسيطة بس كنت محتاجاها، رحت السوق واشتريتها. اوريكم في الاول الحاجات اللي جبتها من السوق. هما حاجات مش كتيرة يعني. جبت بطاطس كيلو وربع ب10، كويس حلو كده. كيلو وربع ب10 بطاطس. وجبت بصل، جبت الكيلو ب10، جبت كيلو ونص. وجبت سفندي بلدي، ما بحبش السفندي الصيني ده والحاجات التانية اللي بحب البلدي. الكيلو عامل 15، جبت 2 كيلو، محبش النوع التاني دي الحاجات اللي كنت طالبة جبتها من السوق يعني كده عادية. انا اجيب من عند العطار كلها، محبش اروح السوبر ماركت والحاجات دي، بحب اجيب من العطار. وكمان انا في السوق وانا معدية كده لقيت واحد بيعمل كنافة فرنج دي، كان عامل الكيلو ب35، انا جبت ب25 جنيه بس. اعمل لها صينية معاكم ان شاء الله، هتشوفوها تحفة ان شاء الله. اعملها معاكم. وجبت من عند العطار كيس بسبوسة ب20 جنيه برضه، اعملها معاكم ان شاء الله. وجبت ملح كوكس، جبت 2، الواحد ب11 جنيه. ده احلى، ده الملح ده بتاع الاكل بس، ما بنضفوش فراخ، ده بتاع الاكل بس، هجيبه للاكل بس، انما لتنظيف الفراخ والحاجات دي بقى في الملح تاني، هوريهولكوا دلوقتي في المشتريات. وجبت بقسماط ناعم، فيجيتار ناعم يعني حار، بيبقى متبل وكل حاجة يعني، مش محتاج اي حاجة معاه تاني، كل حاجة محطوطة فيه. الكيلو عامل 24 جنيه. وجبت مكرونة من دي، الكيلو عامل 20 جنيه، جبت 2 كيلو. وجبت فول، جبت فول من دواتي، بحب ادمسه في البيت، ما بحبش اجيبه من بره، باكله بتاع بره ده كله ميه، بحب ادمسه في البيت، وان شاء الله ادمسه معاكم وهتشوفوه. بيبقى سهل يعني، وما فيش اي افتكاسات ولا اي حاجه، ولا بحط له اي مكونات ولا حاجه، هتشوفوه معايا وهيبقى زي الكهرمان، والعيال بتحب تاكله الفول تفطر بيه يعني. انما ده الملح هو ده اللي انا قصدي عليه، ده من الاول، ده هو ده بتاع تنظيف الفراخ، ده اللي بجيبه لتنظيف الفراخ ده، بنضف بيه الفراخ. جبت كيسين، كيس عامل 5 جنيه، انما الفول الكيلو عامل 52، جبت نص كيلو ب26، انما ده الكيس ب5، يبقى دول ب10. وجبت رز، الكيلو عامل 20 جنيه بس، رزة حلوة يعني، ما تقوليش رخيصة ان هي تبقى مش حلوة، لا، هتشوفوها معايا في الاكل النهارده، هعملها قدامكم هتشوفوها يعني، تبقى كويسة وحلوة. كيلو عامل 20 جنيه، 3 كيلو. ده الحاجات العطار دول. وجبت ملف سكر
10 كيلو من حساب اللفة 200 و260، يعني الكيلو عامل وفيها ب26 جنيه. لقيتها كويسة كده وحلوة، هتنفعنا في رمضان ان شاء الله في العصاير والحلويات والحاجات دي، وبرضه لو هستعمل منها دلوقتي يعني البقى لرمضان ان شاء الله. وجبت من عند العطار برضه العجوة دي، بيحبوا يفطروا بيها، عجوة على بيض، عجوة نقليها كده في السمنة البلدي ويغمزوها كده. وجبت جبنة برضو، دول عاملين 50 جنيه، دول عاملين 50 جنيه. بيض وتحطها عليه كده او تعمليها سندوتشات تبقى كويسة برضو، طعمها حلو، سندوتشات وطماطم كده يحبوها، او تقلي بيض وتحطها عليه الفطار. وجبت طحنية، طبقين طحنية، انا جبتها بالشوكولاتة عشان هما بيحبوها بالشوكولاتة، في بالمكسرات وفي سادة وكده، بس هما حابين ده وجبت لهم دي. وجبت النوع ده من الجلاش، اول مرة اجيب، عاملة 15 جنيه، وان شاء الله برضه هعملها معاكم وهتشوفوها. وجبت سمنة، جبت علبة سمنة، جبت علبة سمنة. انا بحب استعمل السمنة البلدي، بس دي برضه ما تغناش عنها عن البيت يعني. دي الحاجات ايه، الطلبات دي الحاجات اللي مش شهرية، انا كده ما بجيبش بالشهر، انا كل ما عاوز حاجة كده انزل اجيبها، يعني ما بنزلش بالشهر ولا اجيب بالشهر، لا انا كل ما عاوز حاجة بنزل اجيبها، مش لازم يعني بالشهر، ماشي. وجبت للمنظفات، هي حاجات مش كتير، هم حاجتين بس يعني الحاجات اللي انا عايزاها. جبت شكارة باهي دي للاوتوماتيك 9 كيلو، عاملة 200 370، عاملة 370 جنيه، كويسة برضو في الغسيل، بتخلي الغسيل كويس وحلو، بس انا فاتحاه عشان الغسيل اللي غسلته ومشرته اللي شفتوه معايا من شوية، فتحتها وغسلته بيها. وجبت ال4 صابونات دول، هما بيبقوا عرض مع بعضيهم كده، العرض ده بيبقى عامل 45 جنيه، هو عرض، بس هو الكيس اتفتح منهم كده، هما بيبقوا 4 كده مع بعض عاملين، هو صابون اسمه ريفري، 4 كده عرض بيبقى عامله ب45 جنيه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان القناة تكبر بيكم. استودعك الله الذي لا تدع ودائعه، وشكرا، مع السلامة.